أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنكمل كلامنا عن التسوق في ألمانيا، وهنتكلم في موضوع مهم جدا وموقف أكيد كلنا بنتحط فيه. هنتعلم إزاي نرجع أو نبدل حاجة اشتريناها وطلعت مش مظبوطة. يلا بينا نبتدي على طول. تخيلوا معايا كده الموقف ده. دخلت محل، اشتريت حاجة شكلها عجبك، روحت البيت، جيت تقيسها لقيت المقاس مش مظبوط، أو يمكن اللون مش لايق عليك زي ما كنت فاكر. هنعمل إيه ساعتها؟ وإيه الكلام اللي المفروض نقوله للبياع؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه النهاردة. طيب، أول حاجة لازم نفكر فيها ونحددها، هو إحنا عاوزين نبدل القطعة دي بحاجة تانية ولا عاوزين نرجعها خالص وناخد فلوسنا؟ لأن كل اختيار من دول ليه كلمة وفعل مختلف تماما في اللغة الألمانية. الكلمة الأولى اللي معانا هي umtauschen. الفعل ده معناه يبدل، يعني ببساطة هتدي المحل الحاجة اللي معاك وتاخد حاجة تانية مكانها. ممكن تكون نفس القطعة بس مقاس مختلف أو لون مختلف أو حتى قطعة تانية خالص. فممكن ندخل المحل بكل ثقة ونقول الجملة دي: Ich möchte das Hemd umtauschen. يعني ببساطة شديدة، أنا أرغب في تبديل هذا القميص. جملة مباشرة وواضحة جدا، بتوصل اللي أنت عايزه على طول. طيب، لو مش عاوزين نبدل، لو خلاص قررنا اننا مش عاوزين القطعة دي اصلا وعاوزين نرجعها، هنا بقى بنستخدم فعل تاني خالص وهو zurückgeben، ومعناه الحرفي يعيد او يرجع. يعني هترجع الحاجة للمحل ومش هتاخد اي حاجة بدلها في نفس الوقت. وممكن نستخدمها في سؤال زي ده، Kann ich die Hose zurückgeben? ومعناه هل يمكنني إرجاع هذا البنطلون؟ وده سؤال مهم جدا لو مش متأكدين من سياسة الإرجاع بتاعة المحل عاملة إزاي. يبقى عشان نلخص الفرق المهم ده، umtauschen يعني تبديل قطعة مكان قطعة، لكن zurückgeben معناها إرجاع، بترجع القطعة عشان تاخد فلوسك أو يمكن قسيمة شراء. الفرق ده جوهري ولازم نكون عارفينه كويس قوي. تمام، وهنرجع الحاجة. يا ترى ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هل بناخد فلوسنا في ايدينا ولا في احتمالات تانية؟ خلينا نشوف. هنا بقى بيجي دور فعل ثالث ومهم جدا وهو zurückbekommen. الفعل ده معناه يسترد أو يسترجع، وفي الموقف بتاعنا ده احنا بنتكلم طبعا عن استرداد الفلوس. وده بقى السؤال الأهم اللي لازم يتسأل في الموقف ده كله: bekomme ich das Geld zurück؟ يعني هل أنا سأسترد نقودي؟ أو بالبلدي هناخد الفلوس بتاعتنا تاني؟ لازم نسأل السؤال ده عشان نعرف سياسة المحل بالظبط. أحياناً كتير رد المحل مش بيكون إنك تاخد فلوسك كاش، ممكن يعرضوا عليك حاجة اسمها جوتشاين. الجوتشاين دي عبارة عن قسيمة شراء أو فاوتشر بقيمة الحاجة اللي رجعتها، وتقدر تستخدمها عشان تشتري أي حاجة تانية من نفس المحل في وقت تاني. فممكن جدا نلاقي البياع بيقول لنا الجملة دي: Sie bekommen einen Gutschein. ودي معناها حضرتك ستحصل على قسيمة شراء. وساعتها طبعا كل واحد حر يقرر إذا كان ده مناسب ليه ولا لأ، ده لو سياسة المحل بتسمح أصلا باسترداد الفلوس كاش. ممتاز، بكده نكون غطينا أهم الجمل والقواعد اللي محتاجينها عشان نتعامل في الموقف ده بثقة. وعشان نثبت المعلومة أكتر، تعالوا نراجع بسرعة على أهم الكلمات اللي اتعلمناها النهاردة. الكلمات الأساسية اللي لازم تطلعوا بيها من درس النهاردة هي umtauschen يعني تبديل، zurückgeben يعني إرجاع، zurückbekommen يعني يسترد الفلوس، ودير Gutschein اللي هي قسيمة الشراء. لو حسيتوا إن الشرح النهاردة كان مفيد، فياريت ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك، ده بيساعدنا جدا عشان الدروس الجديدة توصلكم أول بأول. ويا ترى مستعدين للجزء التاني من درس تسوق؟ لسه في جمل ومواقف تانية كتير ومهمة هنتعلمها مع بعض. أشوفكوا الفيديو اللي جاي.